السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه رايك تتولد 1/1/2024؟ 1/1/2024 تتولد كده ولا لا؟ ده تاريخ ميلادي. انا عجبتني الفكره قوي. سمعت رجل اعمال مصري كبير خسر 60% من ثروته، فقال لك ايه؟ الناس بتساله انت ما زعلتش؟ انت ما اكتئبتش؟ طب احساسك كان ايه؟ قال لهم عادي. عادي ازاي يا عم؟ طب ايه اللي حصل عشان يبقى عادي؟ ده انت خسرت 60%. قال لهم عشان انا اعتبرت نفسي مولود 1/1/2024. طيب انت ايه رايك؟ تحب تبقى كده ولا ما تحبش تبقى كده؟ هنقول الكلام ده في الاخر وانت اللي هتقرر اذا كان ده حلو بالنسبه لك ولا مش حلو. طب تعالى نحسبها شويه. هو انت قبل ما نبتدي نقول احنا عايزينها ولا مش عايزينها نبقى 1/1/2024، يعني يكون بقالك عندك شهر مثلا، نعمل كذا حاجه. اول حاجه انا عايزك تجيب ورقه وقلم او نوت او اي حاجه وتكتب كده الحاجات الاسئله اللي انا هقولها لك. هل انت عمرك اللي فات كان فيه ايجابيات ولا لا؟ كان في سلبيات ولا لا؟ طب اكتر حاجه كانت بتخليك تحس ان انت كويس ايه؟ واكتر حاجه كانت بتضايقك ايه؟ طب بلاش الكلام ده كله. طيب ايه الغلطات اللي انت غلطتها في عمرك؟ طب ايه الحاجات اللي انت عملتها صح؟ طب بلاش برضو كل ده. طيب انت عايز تعمل ايه؟ طب هنعدي ده ولا مش هنعديه؟ طيب ما احنا طالما وصلنا ل1/1/2024 يبقى احنا نسينا اللي فات. طب ابدا من جديد بقى. طب اكتب برضو في الورقه كده او النوته اللي انت كاتبها انا عايز ايه؟ طب انا عايز ابقى كويس، انا عايز ربنا يكرمني، انا عايز ربنا يبارك لي في ولادي، انا عايز ربنا يكرمني ويكرم عيالي واحفادي والناس اللي حواليا. طب انا عايز ابقى ماشي، ودي اهم حاجه، تبع ربنا ومع ربنا وارضي ربنا واعبد ربنا وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. طب عشان تعمل الكلام ده كله لازم تحط كده ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي بيضايق ربنا، واشوف انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه. انت بتقول هقدر ومش هقدر، اذا كان ربنا نفسه بياخدك بالليد يبقى انت تيجي على نفسك جامد ليه؟ واحده واحده، ابتدي بسيط. انا هصلي، طب هصلي الفرض بس، طب هصلي الفرض في البيت، طب بعد شويه انا هصليه في الجامع، طب بعد شويه انا هصليه سنه. عملت الكلام ده كله، طب ماشي انا عايز ايه في حياتي بقى؟ طب انا عايز انجح في مذاكرتي، لا انا عايز انجح في شغلي، لا انا عايز اعمل ايه؟ هي دي الفكره. طب انا عايز انجح في شغلي الحمد لله وربنا يكرمني، طب انا شغلي ايه؟ طب انا محتاج ايه عشان انجح؟ طب انا محتاج اول حاجه صفي النيه، الحته دي تبقى بيضه. انت بتصلي والحمد لله هتعمل كل اللي يرضي ربنا ويرضي الرسول. طب ابعد بقى عن كل حاجه وحشه وابعد عن كل نيه سيئه وسيب اللي ربنا كرمه ربنا كرمه، واللي بيأذي ابعد عنه خالص وخليك في اللي ربنا كرمه ده. احاول اشوف هو بيعمل ايه صح واعمل زيه عشان ربنا يكرمني زيه. وحط في دماغك اللي احنا قلناه قبل كده، احنا هنبص نتعلم منه، مش هنبص ونحسب او نحقد، لا احنا هنعمل اللي ربنا قال لنا عليه ونشوف الصح ونشوف الغلط. وفي نفس الوقت كمان كده طيب وانا بعمل الكلام ده كله انا قدامي النوتة دي، طب انا عايز اوصل لايه في شغلي؟ عايز اوصل في ايه لايه في حياتي، في مع اهلي، مع ابويا، مع امي، مع مراتي، مع اولادي، انا عايز اوصل لايه؟ طيب وفي شغلي ولا ده ياثر على ده ولا ده ياثر على ده. طب وعايز انجح، طب عايز انجح اوصل لغايه فين؟ طيب هل انا هشوف الناس كلها كويسه ولا لا؟ طب احنا اتفقنا ان احنا هنصفي النيه، واتفقنا ان احنا كمان هنشوف الناس بنفس راضيه وبنيه صافيه، وفي نفس الوقت انا اللي هيأذيني ربنا يهديله حاله، واللي معايا زي الفل تمام انا مش هقول له لا. حاولوا يا جماعه اكتب كده الورقه والقلم وشوف الراجل اللي خسر 60% من ثروته ده ما وقعش، لا ده كمل. فانت نفس الفكره كده، كلنا عندنا مشاكل وكلنا حياتنا كان فيها حاجات راضيين عليها وحاجات مش راضيين عليها. اكتب بقى الورقه والقلم كده وبص، حط الورقه والقلم واكتب انا ايه اللي كان عاجبني وايه اللي مش عاجبني والحاجات اللي احنا قلناها. ودلوقتي بقى عليك حاجه واحده، تفكر انا عايز ابقى مولود 1/1/2024 وانسى الماضي زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده، ولا عايز افضل في اللي فات؟ شوف انت عايز تعمل ايه، والقرار قرارك والاختيار اختيارك. ومش بقول ان انت لما هتبقى 1/1/2024 ان انت مش هتتعب، لا انت هتتعب وهتتعب قوي. وما تنسوش الحديث اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بتاع الاستمراريه، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني انت كل ما انت هتحاول وكل ما انت هتستمر ربنا يكرمك، بس ابدا بحاجه صغيره، واحده 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 ربنا هيكرمك. اشوفكم على خير، وفكروا كده عايز تبقى 1/1/2024 ولا تاريخ ميلادك العادي. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.